يقول السائل: ما حكم من سب الله عز وجل عند الغضب؟ وهل يشترط القصد حتى يخرج من الملة؟ يا إخوان، لا تجادلون في المسائل هذه. من سب الله فهو كافر، من سب الله فهو كافر يستتاب، بل إن العلماء يقولون لا يستتاب، يقتل على كل حال، لأنه أصبح زنديقا، والزنديق ما يصدق في توبته. من سب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه جادا أو هازلا فهو كافر. أما من فعل ذلك غاضبا ولا يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا اعتداد بقوله. نعم. الذي يسب الله ويسب الرسول هذا كافر، إن كان يدعي الإسلام فهو مرتد يجب قتله. من سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر جادا أو لاعبا. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فيهم سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.